عشان ما حدش بعد كده يطلع يقول لك التحكيم ويطلع يقول لك ان الاهلي بيتجامل. طب انت يا بيه اهو، انت يا بيه اهو في افريقيا خارج من فرقه بتنافس على الهبوط في الدوري بتاع بلدها في جنوب افريقيا. يبقى انت فين؟ يبقى انت عشان تعرف انت مالكش كيان ولا شكل غير هنا، غير في الدوري بتاعنا هنا، والمجاملات والحاجات اللي بتتعمل لك. لكن بره بتظهر على حقيقتك انت والنادي المنافس. افريقيا يا ساده، انه الاهلي، انه الاهلي نادينا وطننا. الاهلي سيد اسياد القاره في لعبه كره القدم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك في حلقه جديده. تاهل النادي الاهلي على حساب الرجاء الى نصف نهائي بطوله افريقيا بعد معاناه لقاها النادي الاهلي في دوري المجموعات. مباراة لقى النادي الأهلي فيها صعوبة كبيرة جدا عليه وعلى مدربه والجهاز الفني، لكن تعامل بحنكة في هذه المباراة مارسيل كولر الذكي، بل الذكي جدا. تعالوا معانا قبل ما نتكلم في أي حاجة نصلي على حبيبنا وشفانا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إنه الأهلي يا سادة بابا اللعبة أو كبير أفريقيا في لعبة كرة القدم. الاهلي مختلف تماما عن دوري المجموعات. الاهلي في مباريات الذهاب والاياب متمرس هذه اللعبه او متمرس هذه الادوار، بيعرف ازاي يكسب باقل مجهود ومهما كانت حجم الفرقه اللي قدامه. نادي الرجاء نادي كبير جدا، نادي الرجاء ما تغلبش ولا مباراه في دوري المجموعات. كان اول مجموعته يعني كان بعبع افريقيا بمعنى الكلمه، لكن قدام النادي الاهلي ولا بعبع ولا حاجه. هو النادي الاهلي هو البعبع الوحيد الافريقي من هنا ورايح. اطهر الطاهر كل افريقيا بتدعي عليه او بتحاسبن عليه. اطهر الطاهر اللي ضيع ركله الجزاء امام ميميليدي سان داونز في الدقيقه 92 اللي كانت قادره على الاطاحه بالنادي الاهلي، ولا كان الرجاء خرجت ولا كان الاهلي هياخد البطوله ال11 اللي ان شاء الله بنسبه كبيره جدا الاهلي في طريقه اليها. بطوله الاميره السمراء ال11 بتوقيت نادي القرن النادي الاهلي. صدقوني يا جماعه انا بقول لكم من موقعي هذا وبنسبه كبيره جدا وعلى مسؤوليتي، النادي الاهلي هيحصد هذه البطوله رقم 11 في تاريخه. مؤشرات كتيره جدا كانت مبينه للناس كلها كده، وخصوصا عاشقي النادي الاهلي واللي مارسوا معاه صعوبات من دي كتير وخدوا معاه صعوبات من دي كتير. لكن النادي الاهلي لما بيخرج من عنق الزجاجه ما عادش حد بيقدر يوقفه، قولا واحدا ما عادش حد بيقدر يوقفه. يعني من هنا اقدر اقول لك ان الاهلي هيلاقي الترجي التونسي يوم 12/5 في رادس. هل هيلاعب الترجي بدون جمهور؟ على حد علمي لحد دلوقتي اللي احنا فيه هتتظبط وهتطبخ وهتنشا العقوبات بعد مباراه النادي الاهلي. ده اللي انا واصل له لحد الان، لكن ما اعرفش بنسبه كبيره، يعني مش على يقين من كده، لكن هو ده الواضح واللي حاولت اوصله لحد الان ان هم لسه بيدرسوا عقوبات على الترجي التونسي. هل هتلحق العقوبات تطبق قبل مباراه النادي الاهلي ولا مش هتلحق؟ ده اللي هنشوفه الفتره الجايه. لكن انا بقول لكم من هنا دلوقتي اهو طبعا رجاله مصر في الكاف هتاجل الموضوع ده شويه اللي بعد مباراه الاهلي. انا اللي بقول لكم رجاله مصر في الكاف، سامعين اللي انا بقوله؟ رجاله مصر في الكاف طبعا كلكم عارفينهم بالاسماء، هم اللي هيكونوا عقبه في تطبيق العقوبه على الترجي التونسي اللي هيلاعب النادي الاهلي يوم 12 او 13/5 في رادس. فبنسبه كبيره جدا جماهير الترجي هتكون حاضره في هذا اللقاء وفي خطوره، والنادي الاهلي هيطلب من الكاف في الحاله دي تامين تام وكامل لكل البعثه بالجماهير بكله، لان يبقى في خطوره على جماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني بالكامل. فالنادي الاهلي هيطلب رسميا تامين البعثه ويحمل نادي الترجي المسؤوليه كامله، وده بفضل طبعا رجاله مصر في الكاف. لكن الطبيعي والمنطقي ان النادي الترجي يقابل النادي الاهلي بدون جمهور، ومش النادي الاهلي بس، لا يعني ياخد على كده 5 أو 6 مباريات لنتيجه اللي هو عمله في مباراه شبيبه القبائل اللي نتج عنها وصول نادي الترجي. طب انت فريقك واصل عملت ليه كده يا بيه؟ شوف بقى لما النادي الاهلي يتقدم على الترجي في رادس 1 او تطلع النتيجه 0-0 في اخر المباراه، ايه اللي هيحصل؟ يعني دي فرقه اوريدي وصلت لدور نصف النهائي، طب الجماهير عملت ايه كده؟ وانت كسبان اصلا على ملعب شبيبه القبائل في الجزائر 1-0، يعني المفروض ان دي مباراه احتفاليه الجماهير تيجي تحتفل. طب انت يعني عايز تعمل ايه؟ شوف بقى لما النادي الاهلي يكون كسبان، ولا مثلا يكون النادي الاهلي مصعب المباراه على الترجي ومفيش اهداف وكلام من ده، طب ايه اللي هيحصل؟
ايه اللي هيحصل؟ فالنادي الاهلي هيحمل اتحاد الكاف المسؤوليه كامله بالتامين عن بعثته وجماهيره. في المقابل ميلودي سان داونز هيقابل الوداد المغربي. طبعا فرقه الوداد فرقه كبيره جدا جدا ومتمرسه. سان داونز فاكرين حضراتكم سنه النادي الاهلي لما سان داونز اقصاه بخماسيه في بريتوريا، وجه هنا النادي الاهلي كسبه 1-0 او 2-0 على ما اتذكر، وخرج النادي الاهلي من دور الثمانيه على ايد سان داونز. راح على طول قابل الوداد، والوداد خرجه تلقائيا واقصاه من دور نصف النهائي. نفس الحكايه بتتعاد تاني. خماسيه النادي الاهلي اللي خدها في جنوب افريقيا 5-2 ممكن برضو الوداد يعيد الكره مره تانيه. واحد يقول لي يا عم انت بتفكرنا ليه يا عم بخماسيه؟ لا بفكرك عشان بعد الخماسيه دي النادي الاهلي خد بطولتين افريقيا. النادي الاهلي بيفوق، النادي الاهلي ما بيوقعش. بفكرك يا بيه، يعني ما بقول لك ما تزعلش، انت ان شاء الله الخير جاي، الخير جاي، بلاش تفهمني غلط. انت مش هتزايد عليا، انا هلاوي يمكن اكتر منك. فمحتمل كبير جدا النادي الاهلي يقابل نادي الوداد المغربي في نهائي دوري ابطال افريقيا كربون الموسم اللي فات. لكن السنه دي بقى بنسخه جديده، ذهاب وعوده. ما عادش في مباراه واحده، مع اني كنت اتمنى ان هي تبقى مباراه واحده عشان نقابل نادي الوداد السنه دي بقى عندنا في مصر. يبقى السنه اللي فاتت كانت عندهم واخرج النادي الاهلي او اقصى النادي الاهلي من البطوله وحاز باللقب الوداد. السنه دي بقى النادي الاهلي يعملها فيه وياخد اللقب، لكن مباراتين هتكون بنظام مباراتين. رجعنا تاني للنظام القديم. المباراه الاولى ان شاء الله هتبقى في المغرب، والمباراه الثانيه هتبقى في استاد القاهره باذن الله. ويحصد النادي الاهلي كاس الاميره السمراء في المره ال11 بتوقيت الجزيره باذن الله بنسبه كبيره جدا جدا جدا. ده السيناريو المتوقع لاحداث البطوله اللي ماشيه لحد دلوقتي، واللي فيه مؤشرات كتير جدا بتقول ان النادي الاهلي سيحصل على هذه البطوله. ونقول لنادي بيراميدز هارد لك، خرج من فرقه والله العظيم انا نسيت اسمها صراحه، بتنافس على الهبوط في جنوب افريقيا. يعني ممكن نقدر نقول عليها كده ال15 او ال14 تقريبا في دوري جنوب افريقيا. ميلودي سان داونز هو الاول وحامل اللقب، وفرق شاسع جدا بينه وبين المركز الثاني. وده يعني طبعا كل واحد عارف حجمه الطبيعي. اكيد انا عارف وانت عارف وكل اللي بيتفرج عليا عارفين انا بتكلم عن مين، عشان ما حدش بعد كده يطلع يقول لك التحكيم ويطلع يقول لك ان الاهلي بيتجامل. طب انت يا بيه اهو، في افريقيا خارج من فرقه بتنافس على الهبوط في الدوري بتاع بلدها في جنوب افريقيا. يبقى انت فين؟ يبقى انت عشان تعرف انت مالكش كيان ولا شكل غير هنا، غير في الدوري بتاعنا هنا، والمجاملات والحاجات اللي بتتعمل لك. لكن بره بتظهر على حقيقتك انت والنادي المنافس على طول، انت والنادي المنافس. كل الاحترام والتقدير لنادي بيراميدز ونادي الزمالك وجميع الانديه الافريقيه والمصريه، ومليون مبروك للنادي الاهلي على صعوده لنصف النهائي. وان شاء الله من تفوق لتفوق ومن نجاح لنجاح، ودائما يعلو نسر الاهلي فوق سماء افريقيا، وان شاء الله نوصل للعالميه قريب باذن الله. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وحلقه جديده، ولحد ما اشوفكم اتمنى يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسعاده. وفي النهايه شكرا لكم والسلام عليكم.